السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي، يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض القمر اللي انتوا شايفينه ده. هو غامق شوية بس عشان لون التصوير. هنعمل النهاردة الكيكة الأسبانية بالفواكه. يعني ايه كيكة أسبانية بالفواكه يا سمسمة؟ والله أنا شفت شيف أسباني بيعملها ومترجمة للعربي، فانا حسيت انها قريبة لنا فانا عملتها. يعني هي ايه، ما فيهاش اي حاجة غريبة خالص، بس انا ما شفتش غير الشيف ده هو اللي بيعمل. كانت مترجمة للعربي وانا خدتها عملتها. زي ما انتم شايفين كده، هي وصفة سهلة وسريعة، ما فيهاش اي حاجة صعبة. طبعا مكونة من موز وتفاح ودقيق وخليط الكيكة بتاعنا اللي هو العادي. يعني مش هنجيب اي حاجة من بره، وما فيهاش برضو يعني اي حاجة غريبة. زي ما انتم شايفين كده، بسم الله ما شاء الله، شوفوا. وكل ده هنعمله في القلاية، يعني كل ده مش هيدخل الفرن، وكل ده هنعمله في القلاية. انا عملت طبعا اتنين، انتوا هتشوفوا معاكم دلوقتي. واحدة كلها موز، والتانية زي ما انتم شايفين كده في نصها ايه، تفاح. اللي هي بالموز كلها ديت عملتها الصبح، وخرجت رحت مشوار وجيت لقيت نصها متاكل. طبعا انا كنت سايباها في التلاجة تهدى وتبرد علشان ايه، اعرف اقلبها. لما جيت لقيتها طبعا متاكل، نصها متاكل، فانا طبعا الفينش الاخير مش هعرف اعمله، فاضطريت ان انا اعمل واحدة تانية، وعملتها الصبح وكان الموز مش مكفي عندي، فانا كملت بالتفاح. زي ما انتم شايفين كده طعمها جميل، بسم الله ما شاء الله. كل هي اقتصادية، يعني هي بالفواكه، مليانة فواكه بس اقتصادية. هنسمي بالله ونصلي على رسول عليه أفضل الصلاة والسلام، وعلى طول ندخل على الوصفة بتاعتنا. أول حاجة كده معاكي هتجيبي قلاية وتحطي فيها 200 جرام سكر. وعلى فكرة سكر تموين، سكر من محل أبيض مش هيفرق. 200 جرام سكر، وهتسيبيه يتكرمل لحد ما يبدأ يتكرمل معاكي وياخد اللون. هتنزلي بالزبدة 50 جرام زبدة أو 30 جرام زبدة، المهم تحط حتة حلوة يعني، وتقلبيها كده لحد ما تسيح، وتطفي بقى النار. هنطفي كده النار خلاص، مجرد ما الزبدة تسيح هنطفي النار. علشان ايه، الكراميل ما يتحرقش اكتر من كده. وبعد كده هنجيب حبايتين موز زي ما انت شايفة، تبع ما القلاية بتاعتك تاخد. انا طبعا قلت ايه، ممكن 3، بس بعد كده لقيتها محتاجة 2 كمان، فخرجت كمان 2، فالقلاية بتاعتي خدت 5 موزات زي ما انتوا شايفين كده رصتهم. في حاجة بقى عايزة اقولها لكم، ان انتوا قبل ما تعملوا الخليط الكراميل وترصوا الموز، ده يكون اخر حاجة. طبعا انا بدأت بيه، لما سبته شوية لونه غمق، والكريم كراميل برضو اغمق، فعشان كده هو جاب اللون الغامق في الاول اللي انتوا شفتوه. اول ما تبداوا لازم تبداوا بخليط الكيكه. زي ما انتم شايفين كده، جبت تفاحيه كبيره خرطتها، وفي الشفشق بتاع الهاند بريندر، ونزلت ب 200 جرام سكر او 300 جرام، ونزلت ببطين وفانيليا وكوبايه لبن. خلاص، معانا هنا بقى ايه، في البولة دي هنحط كوبايتين مهزوزين كده دقيق. في اول كوبايه انا حاطه البيكنج باودر، في اول كوبايه حاطه البيكنج باودر بس ما صورتهاش. بعد كده هتنزلي بالخليط ده كله واحده واحده كده، وتبداي ايه، تقلبي فيه خليط الكيكه العاديه خالص. بس الفرق ان انت هتحطي ايه، تفاحة تضربيها معاهم. وبعد كده هتحطي بقى 50 جرام زبدة بدل الزيت. لو عايزة تحطي زيت ماشي، لو عايزة تحطي بدل المية، بدل اللبن مية ماشي. ديت بقى ايه، شوكولاتة، اللي هي الشوكولاتة الشيبس الصغيرة دي، بتديها نكهة وطعم جامد. شفتوا اللي انا بقول لكم عليه، الموز معايا اسود. فانتي قبل ما تعملي الموز وتكرملي السكر، تعمليه في الاخر بعد ما تعملي خليط الكيكه. زي ما انتم شايفين كده، فضل شويه شويه، دول سبتهم على جنب عشان ايه، هكمل بهم تاني. خلاص، انا قلبت طبعا اهيت، وما شاء الله جميله جدا، واتقلبت معايا بسهوله وحلوه قوي، ما خدتش اي وقت. وزي ما انتم شايفين طبعا في القلايه كلها كانت موز. لما جيت اقلبها لقيتها ايه، في النص تفاح، زي ما انا حكيت لكم الحكايه في الاول. وكده خلاص يكون ايه، الكيكه بتاعتنا جاهزه.
بصوا هعيد لكم كمان الخليط بيتعمل ازاي. الخليط: تفاحة 2 بيضة، 300 جرام سكر، فانيليا، كوباية لبن او كوباية مية. ماشي، عشان انا ملحقتش اقوله في الاول. وبعد كده بتنزلي بكوبايتين دقيق وبيكنج باودر، والخليط بتاعنا بيكون جاهز. وتنزلي بقى بالخليط اللي احنا الخليط السايب على الدقيق، وتقلبي تقليبه حلوه علشان الكيك معاكي يبقى هش وجميل زي ما انتم شايفين كده. خلاص، يا رب يكون الفيديو عجبكم، والكيكه تكون سهله وسريعه ما فيهاش اي حاجه خالص، واقتصاديه وكل حاجتها عندنا. كانت جميله جدا. وكان طبعا الشوكولاته اللي هي الشيبس ديت عطيالها طعم وجميله جدا، وتحس ان برضو بتاكلي كيكه بالشوكولاته. جميلة قوي زي ما انتم شايفين كده. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش اللايك، والف هنا عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.